كلمتين سريعا في موضوع زيزو. انا عمري ما اتكلمت على الزمالك في الشانل هنا. بس انا زملكاوي، فعايز اقول كلمتين بس. ممكن اي حد يشوفهم يعني. هو الزملكاويه مفيش واحد فيهم، لو سألت فيش واحد فيهم زعلان على زيزو، او اللي هو زعلان ان هو مشي او الكلام ده. لان هو مش اول واحد يعمل كده و... وعمل قبله كده كتير وهيعمل بعد كده كتير، والزمالك عادي مكمل يعني وبياخد بطولات، او حتى ما بياخدش. مع الزملكاوي مش فارقه معاه الموضوع ده. بس هي الناس زعلانه على المكانه اللي كانوا حاطين فيها زيزو. لان زيزو بافعاله، بتصرفاته، بتصريحاته، بمواقفه، آه، خلى الناس تصنفه ان انت هتبقى اسطوره. الراجل طالع بيتكلم بيقول واحد من احلامي اكون رئيس نادي الزمالك. الراجل جاله عرض من قطر والنادي كان هيبيعه، كلم كابتن الفرقه وكلم الناس كلها عشان ما يسافرش، عشان مش عايز يسيب الزمالك. الراجل لسه من شهر طالع في كذا برنامج ويقول والست قالت له في صاحب السعاده، قالت له الناس بتقول يا زيزو بن شرقي وامامه هيبصوا لبعض، قال لها مستحيل. فانت حطيت نفسك في مكانه خلت بتصرفك ده، اللي هو انا شايف ان هو اسوأ تصرف لعيب في تاريخ. يعني انا مش عايز اقول تاريخ الكوره عشان ما اكبرش اني مش مجمع بالقرارات يعني. بس يعني انت صنفت نفسك تصنيفه ما فيش اي لعيب يتمناها. انت عديت كهربا وامام بكتير. تمام. انت صنفت نفسك لقب يجمع عليه الجميع، الخاين الكذاب، في حين ان انت ما كنتش محتاج كل ده. انت عادي خالص لو جيت يا جماعه انا عندي طموح ومش هجدد والكلام ده كله، خلاص كنا هنبقى عارفين انت مش هتجدد. اه طبعا بعد ما عقدك يخلص نلاقي الاهلي جابك، او تسافر حته تقعد لك 6 شهور ترجع على الاهلي، هتتعامل معامله امام، هتتعامل معامله كهربا، الموضوع على كده. لكن يا راجل يعني انا ما اعرفش انت جبت القدرات على التمثيل دي منين الصراحه. يعني انا احييك ان انت من حوالي اسبوعين تلعب وتكسبنا ماتش الكاس، وتحتفل مع الجماهير و... وتحتفل احتفالك مع شيكابالا، وانت محترم ماضي للنادي الاهلي. ايه يعني ايه كل ده؟ ليه كل ده؟ وبعدين يعني الزمالك او الزملكاويه عملوا لك ايه عشان تعمل لهم الموضوع ده؟ بالعكس، ده انت من غير الزمالك كنت وقت ولا حاجه. كنت زمانك لسه في البرتغال، او رجعت رحت نادي درجه تانية، ولا بطلت ولا حاجه. الزمالك اللي عملك، طبعا مجهودك اكيد جزء، بس جماهير الزمالك اللي شالتك، جماهير الزمالك اللي لو حد بس كان فكر ما ياخدكش المنتخب كنت عارف بيعملوا ازاي، جماهير الزمالك اللي عملت لك دعم عشان تاخد احسن لعيب في افريقيا وما خدتهاش لاسباب تانية. بس ما فيش زملكاوي فوت الحفله. جماهير الزمالك عملت لك كل حاجه. لكن تيجي تقول لي يا خاين. واحد قال لي روح في ماتش بتروجيت، بقى انا يتقال لي روح؟ انت يتقال لك روح وتاخد بالجزمه كمان؟ يعني ده طبيعي وعادي، ده جمهور. والتاني قال لك انا ده عايز الفلوس دي كلها ليه والكلام ده كله. على العموم انت خاين، وهي غلطة مجلس الإدارة أصلا، وغلطة الناس مش غلطة الناس، لا يمكن هنحاسب الناس على تصديق واحد كذاب. بس يعني بقول للزملكاوية ما تزعلوش، ولا ده أول واحد ولا آخر واحد هيروح. و... وعادي قبله راحوا كتير، والزمالك عادي عمل غيرهم وكمل وخد بطولات وكسبهم والكلام ده كله، ومستنيين ماتش الاهلي والزمالك الجاي، وبنتايج ده هيمسكك يمسح بكرامتك الارض، والجمهور مش هيخليك تعرف، يعني هيخلي الشوط يقع منك. وعادي وهنشوف يعني ما يعني ايه، هتشوف. ورحت على فكره، انت رحت الفرقه يعني. انت لو اتصبت شهر ولا شهرين هتتنسي يعني، ولو لعبت ماتش ولا ماتشين وحش هيرموك في الشارع يعني. هم جمهورهم غير جمهورنا، احنا مختلفين. جمهور الاهلي غير جمهور الزمالك تفكيرا وعقائديا وكل حاجه. فما تزعلوش يا جماعه، وفي 60 داهيه يا اخي.